الحمد لله رب العالمين. يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا. استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا. عجز الطبيب فداونا، ظهر الفساد فنجنا، قلت حيلتي فتولنا. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اوردنا حوض نبينا، اشملنا بشفاعة حبيبنا، اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. آمين آمين. واشهد ان لا اله الا الله. اذا وضع ابن ادم في القبر وانصب الناس من حوله وجاءه الملكان السائلان، جلست الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل الخيرات عند قدميه، والقرآن يطوف حوله كما تطوف الكواكب الدرية في السماء. فإذا ما أراد الملكان أن يقعداه من عند رأسه هبطت الصلاة قائلة لا تقلقاه من جهتي، فكثيرا ما وضع جبينه ساجدا لله. فإذا ما جاء إلى اليمين قالت الزكاة استحلفكما بالله لا تقلقاه من جهتي، فكثيرا ما تصدق ابتغاء مرضات الله. وعند الشمال يقوم الصيام شفيعا، وكذلك فعل الخيرات. والقرآن يطوف حول البدن، فينادي الملكان على ابن آدم نداء رقيقا: يا عبد الله قم للسؤال. فينظر العبد فيرى كأن الشمس عند غروبها، فيقول لهما: دعاني حتى أصلي العصر. يظن نفسه في دار الدنيا. دعاني حتى أصلي العصر، إنها الصلاة الوسطى. فيقول له الملكان: عشت حريصا على الصلاة ومت حريصا على الصلاة، أبشر بجنة عرضها السماوات والأرض. فيفرش له القبر من حرير، يفرش له القبر من حرير. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. أيها الموحدون، من الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويبعثنا؟ من الخلاق؟ من الرزاق؟ من المميت؟ من المحيي؟ من الذي يحيي العظام وهي رميم؟ من الذي له ما سكن في الليل
الذي عنت الوجوه لعظم ملكوته؟ من الذي خشعت الاصوات لجلال جبروته؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من المعز؟ من المذل؟ من الجليل؟ من الوكيل؟ من الشهيد؟ من الحسيب؟ من المقيت؟ من النور؟ من النار؟ من النار؟ من النار؟ من الحق؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من القيوم؟ من الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ من الذي وحدت له الكائنات؟ من الذي سجدت له الأرض والسماوات؟ من الواحد؟ وحد الواحد. بك استجير، بك استجير، ومن يجير سواك؟ بك استجير ومن يجير سواك. ارحم ضعيفا، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك استجير يا رب، يا رب، بك استجير. ومن يجير سواك؟ من يجير سواك؟ ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد اذنبت فاغفر زلتي، اغفر زلتي. انت المجيب لكل من ناداك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. قال له سائل: ما خير البقاع في الارض يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: لا ادري حتى اسال اخي جبريل. فلما سال جبريل قال جبريل: لا ادري حتى اسال رب العزه. جبريل لا يدري حتى يسأل رب العزة. اذا فالاجابة ستأتي من هناك، وما ادراك ما هناك حيث لا هناك هناك، فالله لا يحويه مكان. الاجابة ستأتي من معارج القدس، ستأتي من حظيرة العرش، ستأتي من هناك. وما أدراك ما هناك، ستأتي من هناك. ما خير البقاع في الأرض. ثم هبط الأمين جبريل وقال للحبيب: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك خير البقاع في الارض المساجد، وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. انتم هنا قد يشتغل الانسان بحوائجه وهو جالس في المسجد، ولكن الرسول يطمئنكم ويقول لكم: الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم.
الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، في قضاء حوائجهم. بل ان من ادركه الموت في المسجد كان حقا على الله ان يضمن له الجنة، ومن مات ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا. المساجد دار القيادة والعبادة، المساجد دار السلام والإسلام، المساجد دار السيف والمصحف. سيدي يا رسول الله، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراط. سيدي وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى ان تجمع الكتاب من معناك؟ صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. مشتاق الى مثواك. صلى عليك الله يا علم الهدى. يا سيدي يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا ابا القاسم يا رسول الله، صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، يعز على نفسي ان افارق جامعة العبادات الاسلامية قبل ان اجيب على هذا السؤال. وان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه او ان يتمه. ما هي شروط قبول العبادات؟ متى تكون الصلاة مقبولة؟ ومتى تكون الزكاة مقبولة؟ ومتى يكون الصيام مقبولا؟ ومتى يكون الحج مقبولا؟ هذا سؤال عريض طويل عميق كامل، اصله ثابت وفرعه في السماء. ومع الدرس 29 بعد 100 الثالثة انتقل بحضراتكم كما عودتكم الى مرشدنا وقائدنا وعظيمنا محمد. الناس يصلون وقد لا يصلون، فما موقف الاسلام مع المصلين وما موقفهم مع تارك الصلاة؟ وأبادر فأقول إن هناك حديثا رواه البخاري عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حدثنا فيه عن حكم تارك الصلاة بإيجاز ودين. لكن مع الإيجاز إذا سمعت الحكم انفطر القلب وانخلع الفؤاد. اسمع إليه وصل عليه.
يقول الحبيب بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أي أنه إذا تركها صار بذلك كافرا. وأنا أصارحكم القول من هذا المكان أنه لا عذر لأحد في ترك الصلاة. إن استطاع القيام صلى قائما كما قال الحبيب، إذا لم يستطع القيام صلى قاعدا كما قال الحبيب، إذا لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه كما قال الحبيب، إذا لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره كما قال الحبيب، إذا لم يستطع الصلاة مستلقيا أو معه أشار برأسه، إذا لم يستطع الصلاة برأسه صلى بعينيه. هل هناك عذر؟ هل هناك عذر؟ لا. بل إن الإمام أبا حنيفة عليه من الله سحائب الرحمة قال: إذا حضرت المرأة ساعة الولادة ولم تلد ودخل عليها الوقت وقت الصلاة وهي تعاني من آلام وضعها، وجب عليها أن تصلي وهي في تلك الآلام، وهي في تلك الآلام. سبحانك سبحانك يا من أوجبت الصلاة حتى على الجنود وهم يقاتلون، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا الإمام يقسم الجند قسمين، يصلي الركعة الأولى مع القسم الأول والقسم الثاني يرابط على الحدود، ثم ينصرف القسم الأول ليأتي القسم الثاني ويكمل الصلاة مع الإمام. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك هم في ميادين القتال، فإذا دارت الحرب بين الفريقين صلى كل منهم وهو على سلاحه، الطيار في طائرته والمدرعات في دباباتهم والمدفعية على مدافعهم. إذا لم يجدوا الماء تيمموا، فإذا لم يستطيعوا التيمم صلوا بغير تيمم، إذا لم يستطيعوا استقبال القبلة سقط عنهم استقبال القبلة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا عملتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا إله إلا الله. ولقد بحثت في كتاب الصلاة هل هناك عذر يسقط الصلاة، فلم أجد إلا عذرين اثنين.
اولهما الجنون ونعوذ بالله من ذلك، وثانيهما دم الحيض والنفاس، والحمد لله الذي خلقنا رجالا. معشر السادة، ان الله جل في علاه لم يسقط الصلاة حتى عن المقاتلين، فهل صلى المقاتلون قبل ان تدور المعارك؟ اذا كانت الصلاة واجبة عليهم والمعارك دائرة، والاسلحة متشابكة، وقد طمست الالسنة ونطقت الاسنة، وخطبت السيوف على منابر الرقاب، واقدمت الرماح على الخطط الصعاب، فلا ترى الا رؤوسا تمطر ودماء تهدر. ومع ذلك قال الله لحبيبه: واذا كنت فيهم اي في الميدان بينهم واقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم، فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم ماذا؟ بأي شيء ختم الله هذه الآية؟ قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا، موقوتا أي في وقت محدد. هذا هو حكم تارك الصلاة. وانا عندما اقرأ على حضراتكم هذا الحكم اقرأه والكبد يسيل مرارة والنفس تسيل لوعة لما صار اليه حال المسلمين، من ترك الصلاة. تعالوا بعد ذلك ننتقل من حكم تارك الصلاة الى حكم المصلي. متى تقبل صلاة الانسان؟ وهل كل مصل تقبل صلاته؟ اننا ونحن نقرأ كتب الفقه في الازهر تكلمت الكتب عن شروط وجوب الصلاة: الاسلام والبلوغ والعقل. وتكلمت عن شروط صحة الصلاة: ستر العورة، الطهارة، دخول الوقت، استقبال القبلة. ولكنها لم تتكلم عن الشروط التي اعتبرها الركن الركينة والحصن الحصينة والقلعة المتينة العالية الاسوار، الا وهي شروط قبول الصلاة. ما شروط قبولها؟ يجيب على هذا السؤال رب العزة، يجيب على هذا السؤال مولانا تبارك في حديث قدسي جامع مانع شاف كاف واصل. يشترط في قبول الصلاة 5 شروط. هذه الشروط 5 اذا توافرت انتجت 6 نتائج. اسمع الى ربي يحدثك متى يقبل مني ومنك الصلاة. قال: انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته. الشرط الاول ولم يتصل على خلقه. الشرط الثاني ولم يبت مصرا على معصية. الشرط الثالث وقطع نهاره في ذكره. الشرط الرابع ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب.
الشرط الخامس: كما هي النتائج الستة التي تنتجها هذه الشروط الخمسة؟ اسمع إلى مولانا جل في علاه. النتيجة الأولى: ذلك نوره كنور الشمس. الثانية: أكلأه بعزته. الثالثة: أستحفظه ملائكته. الرابعة: أجعل له في الظلمة نورا. الخامسة: وفي الجهالة حلما. السادسة: ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. كان هذا هو الموجز، وإليكم تفصيل الأنباء من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته. التواضع هو الخضوع والإذعان لله، ولذلك ينادي مولانا في الحديث القدسي الجليل ويقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته نوري. أتدرون ماذا قالت سورة القصص؟ ماذا كانت خاتمة سورة القصص؟ خاتمة عجيبة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. جاءت هذه الآية بعدما تكلمت السورة عن رجلين ملأ بقاع الأرض فسادا وطغيانا وكبرا. أحدهما غره سلطانه والآخر غره ماله. أما الذي غره سلطانه فهو فرعون، وأما الذي غره ماله فهو قارون. وبعدهما يقول تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا أي كبرا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذا السلطان لمن؟ لله. والغنى لمن؟ لله. ومن لم يصدق هذا فليقرأ قوله تعالى في آخر آية في سورة القصص: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه. أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت نائم على خشبة الغسل يا ابن آدم؟ ينادي عليك ويقول: يا ابن آدم أين سمعك ما أصمك؟ أين بصرك ما أعماك؟ أين لسانك ما أخرسك؟ أين صوتك الشديد ما أسكتك؟ أين ريحك الطيب ما غيرك؟ أين مالك ما أفقرك؟ فإذا وضعت في القبر نادى عليك الملك: يا ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ يا ابن آدم تركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ يا ابن آدم استعددت للموت أم المنية عاجلت؟ يا ابن آدم خرجت من التراب وعدت إلى التراب؟ خرجت
خلقت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب. فاذا ما انفض عنك الناس واقبل الليل لتقضي اول ليلة صبحها يوم القيامة، ليلة لا يؤذن فيها الفجر، لم يقول المؤذن يومها الصلاة خير من النوم، انتهت الصلاة، انتهت العبادات، ان الذي سيؤذن فجرها هو اسرافيل. ايتها العظام النقرة، ايتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. هل يستطيع احد ان يقدم يومها لله اجازة عرضية او اجازة اعتيادية او اجازة مرضية؟ ان الله يقول ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الم يتخلف احد يا رب؟ اسمع الى قوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. عندما يقبل عليك ليل اول يوم في قبرك ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك، يقول لك يا ابن ادم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. ابن ادم من تواضع لله رفعه وما استكبر وضعه الله. كان للامام مالك بن دينار جار سيء الخلق، اسرف على نفسه في المعاصي، ومات هذا الجار وجيء به الى المسجد. فلما علم الامام ان هذا الجثمان هو جثمان العاصي اقشعر بدنه وقال يصلي عليه غيري فانا لا اطيق الصلاة عليه لكثرة معاصيه. ولما نام الامام مالك بن دينار ليلته رأى ذلك العاصي في المنام وقد لبس اثواب النعيم يرسل في نعيم الجنة، فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال له يا سيدي لما رفضت الصلاة علي امتلأ قلبي خوفا من عذاب الله، فلما تمثلت بين يدي الله تعالى قال لي الله ماذا فعل معك عبدي؟ قلت يا رب انت اعلم بما صنع. فقال لي الله ان كان عبدي طردك من بابه فان بابي يقبل المطرودين ويعفو عن المذنبين ويعفو عن المذنبين. الهي ما زلت اعرف بالاساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران، لم تنتقصني ان اسأت وزدتني حتى كأن اساءتي احسان، منك التفضل والتكرم والرضا، انت الاله المنعم المنان. عبدي اطعتنا فقربناك
وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون عني بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من عاد منهم ناديته من قريب، ومن بعد منهم ناديته من بعيد. أهل ذكري أهل عبادتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أخلفهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أعرف بعبادي من الأم بولدها. ومن هنا فإن أول شرط من شروط قبول الصلاة التواضع. جلس رجل مع موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذكر أجداده وذكرهم على وجه الفخار والكبرياء، إذا بجبريل ينزل على الحبيب على سيدنا موسى كليم الله، ويقول له يا موسى أخبر صاحبك بأنه ذكر 9 من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. لماذا؟ لأن التفاخر لا يكون بالحسب ولا بالنسب، إنما التفاخر يكون بالتواضع لله وبالعمل الصالح. الكبر قال فيه الحبيب المصطفى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قال رجل يا رسول الله الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أهذا كبر؟ أمن الكبر أن يكون الإنسان نظيف الثياب نظيف الحذاء؟ قال الحبيب محمد إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، ومعنى غمط الناس يعني احتقار الناس، فمن احتقر الناس فهو متكبر. وبطر الحق أي عدم قبول النصيحة، بل إن الكبر يتعدى الناس إلى غيرهم من مخلوقات الله. رجل في عصر نبي الله نوح عليه السلام رأى كلبا أسود اللون ماشيا فضغط عليه، فأوحى الله إلى نوح قل لهذا الذي بصق على الكلب أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ لا إله إلا الله. أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ ولذلك توعد الله همزة ولمزة أي كل هماز لماز، ويل لكل همزة لمزة. الهماز هو العياد واللماز هو الطعان. الهماز هو الذي يعيب الناس، واللماز هو الذي يطعن في أعراض الناس. بل إنني ما زلت أذكر هذا الحدث الذي وقع على يدي المسيح ابن مريم
على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يمشي مع بعض الحواريين فوجدوا كلبا ميتا، فقال احد الحواريين ما ابشع لونه، وقال الثاني ما انتن ريحه، ما اسوأ منظره، فقال المسيح ابن مريم ما اجمل بياض اسنانه. نظر الى موضع الحسن. اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وحظك موفور وعرفك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك ان ابدت اليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس اعينه، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي احسنه. ايها السادة الاعزاء، وهكذا تمضي بنا اللحظات سراعا، ما اسرع الوقت اذا كان مع الله واذا كان مع رسول الله، وما اجمل المجالس اذا كانت بيوت الله. اعود بكم من هناك الى هنا، وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء، تعالوا معي لنلقي نظرة عجلة على ما تنبأ به نبينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة التي صارت إلى ما يندى له جبين الحياء خجلا. غدا عطلة رسمية. قلت لماذا؟ قالوا لأنه عيد الفاتح من سبتمبر. وماذا حدث في هذا اليوم من سبتمبر؟ وقع انقلاب عسكري مشؤوم كأخواته من الانقلابات العسكرية. وقع في ليبيا انقلاب عسكري في الفاتح من سبتمبر 69، حيث تولى حكم ليبيا رجل امسك بقلمه الاحمر والغى سنة رسول الله وقال انا لا اعترف لا بالبخاري ولا مسلم ولا ابو حنيفة ولا مالك ولا ابن حنبل ولا الشافعي. اسمعوا ماذا قال حبيب الله محمد. نعم. قال وكأنه يجلس الآن بيننا: إنني أخاطب بهذا الحديث الشريف، أخاطب به الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أدناها، ومن شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ومن محيطها الهادي إلى محيطها الأطلسي. أخاطبها بهذه الكلمات التي نطق بها الفم الشريف، فم رسول الله. يقول:
يا معشر المهاجرين خصال خمس ان ابتليتم بهن ونزلنا بكم واعوذ بالله ان تدركوهن. تحدث يا رسول الله، تحدث يا حبيب الله، وكلنا اذن صاغية وقلوب واعية. اما الاولى لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. اذا ظهر الزنا كثرت الامراض المستعصية. اذا ظهر الزنا كثرت الامراض المستعصية. اذا ظهر الزنا عمت الامراض التي لا دواء لها. ثم ماذا؟ ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. أبعد هذا الغلاء غلاء؟ قال لي احد الناس لقد اشتريت كيلو اللحمة بالامس ب2 جنيه و20 قرشا. قلت له ابشر بانه سيزيد كل يوم وكل صباح ما دامت اللحوم في الحرام رخيصة، فان اللحوم في الحلال تغلو. كلما رخصت لحوم النساء كلما ارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار جزاء وفاقا. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا، وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ان للمتقين مفازا، ان للمتقين مفازا. لم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين. ومعنى السنين يعني بالقحط وقلة البركة وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر اي المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل بأسهم بينهم، بأسهم وخلافهم ونزاعهم بينهم. وهكذا جعل البأس بيننا شديدا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدو من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم. ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا على حال الامة، بكى بكاء شديدا على حال الامة. لماذا بكى؟ اسمعوا لماذا بكى حبيبنا على حال الامة. روى الحافظ المنذري رضي الله عنه عن الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه قال: بينما نحن قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل علينا جمل من الجمال، ودخل على رسول الله كأنه يعرفه، ووضع فمه على اذن الحبيب، وانصت له الرسول حتى فرغ الجمل من كلامه. فقال الرسول: ارسلوا الى فلان ابن فلان، فجيء به. فقال له: انت صاحب هذا الجمل؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال: انه يشكوك الى الله.
انه يشكوك الى الله لانك تقسو عليه وتحمله اكثر مما يطيق، وقد اصبح الجمل كبير السن. حتى الابل والحيوانات عرفت منه الرحمة، عرفت قلبه، عرفت رحمة فؤاده، عرفت انه ما ارسل الا رحمة للعالمين، عرفت انه اخبر ان رجلا كان قد ارتكب الزنا ولكنه سقى كلبا اشتد به العطش فغفر الله له فشكر له، وعرف انه اخبر ان امرأة دخلت النار. لماذا؟ لانها عملت اتفاقا جنائيا على قلب نظام الحكم بالقوة. لا هل ثبت الذات الملكية؟ لا. لماذا دخلت النار؟ قال في هرة، في قصة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا. دخلت النار في هرة، دخلت النار في هرة. عرف الجمل ان هذا هو محمد، فشكى اهله الى محمد، فقال الحبيب لصاحب الجمل بعه لي، فباعه لرسول الله. فقال الرسول للجمل اذهب كما تشاء وارع كما تشاء ولا تحزن على ما مضى. ان الظلم ليس قاصرا على ابناء ادم بعضهم مع بعض. ان الرسول يقول لو بغى جبل على جبل لدك الله الجبل الباغي. ان الرسول يروي عن رب العزة انه قال لانتقمن من الظالم في عاجله واجله ولانتقمن ممن ناوله دواة او برى له قلما. من ناول الظالم دواة ليكتب منها او برى للظالم قلما ليكتب به فهو شريك له في ظلمه. اقولها باعلى صوتي، ان الحبيب محمدا يقول من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. الظلم ظلمات يوم القيامة. فماذا قال الجمل للرسول بعدما اعتقه من العذاب؟ انحنى الجمل على اذن رسول الله واخذ يكلمه بلغة لا يفهمها الا الحبيب، والرسول يقول امين امين امين. وفي الرابعة بكى رسول الله، وسألت الصحابة يا رسول الله أمنت 3 مرات وبكيت في الرابعة، حدثنا وأخبرنا. فقال إن الجمل دعا لي الله قائلا جزاك الله يا نبي القرآن عني وعن الإسلام خيرا، فقلت آمين. ثم دعا قائلا وانقذ الله امتك من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، فقلت امين. ثم قال لي وستر الله امتك يوم القيامة كما سترتني، فقلت امين. ثم قال ولا جعل الله بأسهم بينهم، فبكيت لانني اعلم ان بأس هذه الامة سيكون بينها شديدا. وعداء وفرقة. واذا ما سألت ما سر فرقة المسلمين
وما سر معصرة المسلمين، ما سر ضعف المسلمين وما سر قوة غيرهم. سر ضعف المسلمين ان المسلمين ليس لهم قيادة توحد صفهم، قيادة دينية، ليس لهم قيادة دينية. ما اكثر الجمعيات وما اضيع العمل. جمعية صوفية، جمعية شرعية، جمعية الشبان المسلمين، جمعية شباب محمد، جمعية العاشرة المحمدية، جمعية دفن الموتى، جمعية تيسير الزواج، وكل جمعية تناصب الاخرى العداء، وكل حزب بما لديهم فرحون. أتقول ليس للمسلمين قيادة دينية؟ نعم، ليس هناك قيادة دينية توحد صفوف المسلمين. أقولها بصراحة، ليس للمسلمين قيادة دينية يرجعون إليها في الملمات. دخل اللورد كرومر على شيخ الازهر في زمانه، فسلم عليه شيخ الازهر وهو جالس ولم يقم له، فشكاه اللورد كرومر للخديوي، فذهب اليه الخديوي، ارسل اليه ليخدعه. دخل عليه الخديوي وشيخ الازهر مات رجله، فلم يجمع رجله ولم يقم للخديوي مظهورا، فارسل الخديوي مع كبير الياوران فرة بها ذهب كثير وجنيهات لامعة، وذهب كبير الياوران الى شيخ الازهر وقال له ان افندينا يسلم عليك ويقول لك اقبل هذه الهدية. فقال له شيخ الازهر ابلغ افنديكم بان من مد رجله لا يمد يده الا لله رب العالمين. اختبار عنيف، واختبار المال اشد عنفا. ان للفضة بريقها وان للذهب رنينة، ولكن اذا كان لهذا بريق ولذاك رنين فان القلوب الموحدة لا تطمئن الا بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه احوالنا وتلك احوالهم. وتعود الى قوم ادعوا انهم متصوفون، فتراهم يعلمون الناس ما تهتز له السماوات العلى. يقولون ليس لله الا باب واحد، هو باب سيدنا محمد، وليس لمحمد الا باب واحد، هو باب الحسين بن علي رضي الله عنه، وليس للحسين الا باب واحد، هو السيد ابراهيم الدسوقي، وليس لابراهيم الدسوقي الا باب واحد، هو السيد عثمان عبده البرهاني. كأن من لم يأت الله من طريق السودان وعن طريق عثمان لن يفتح احد له الباب. كيف هذا؟ كيف هذا؟ والله ينادي في سماواته ويقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. كيف نرضى لشبابنا ان يتلقى تعليمات تقول ان الله تعالى
وزع سلطاته على الاقطاب الاربعة، قطب في طنطا، واخر في دسوق، واثنان بالقاهرة. هذا متخصص بالارزاق، وذاك بالقضاء والقدر، وذلك بالمطر. اذا ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله الذي يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ماذا بقي لله يا سادة؟ والله ينادي من اعلى سماواته ويقول ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ولكني اقولها والاسى يملأ القلب ويفحم الفؤاد جوا، ان الباطل لن يرتفع صوته الا اذا غفل اهل الحق. ولذلك انا احمل اصحاب العمائم البيضاء الذين غادروا مصر وتركوا غير المسلمين ينشرون الاباطيل، واصبحت ارض الميدان فارغة حتى من حارس المرمى، لا تكاد تجد فيها من يدفع فيها. احملهم المسؤولية، مسؤولية ضعف المسلمين. فمصر في الاسلام تساوي كل شيء، ومصر بلا اسلام لا تساوي شيئا. وانا اقول لحضراتكم لن ترتفع راية حمراء على ارض مصر الخضراء. ليست مصر هي مصر خوفو ولا خفرع ولا منقرع ولا رمسيس ولا الانفتاح ولا حج بسود، انما مصر هي مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه. مصر تظل رافعة لواء التوحيد مرددة ايات ربها. لن تخيفنا الثعالب الحمر، ولن تخيفنا الافاعي السود، ولن تخيفنا الخنازير البيض ما دمنا متمسكين بكلمة لا اله الا الله. اللهم ثبت على اليقين قلوبنا، وثبت على الايمان نفوسنا. اللهم ارفع كلمة الاسلام في كل مكان. اللهم ايدنا بالحق وايد الحق بنا. استر عوراتنا وامن روعاتنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اغفروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين
وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله 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 استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى قادر. وحد الله وحد الله وصلى على الحبيب النبي. هي ايه اللي بلغت التراقي؟ الروح. والتراقي اللي هي ايه؟ التراقي جمع ترقوة، وهي اعلى عظام الصدر عند الحلقة، لان الملائكة تتحرك في الروح من اخمص القدم لغاية ما توصل الى الحلقوم. فعند الحلقوم ملك الموت يقول لهم خلوا عنكم لاننا المكلف باننا طلعها بقى بالحته دي. ولذلك ربنا اقسم بالملائكة التي تنزع الروح نزعا فبيقول والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. كل هذا قسم بملائكة الاحتضار. ولذلك سيدنا الحبيب النبي علمنا 7 حاجات نعملهم عند المحتضر. قلت لك وسمعنا الصلاة على النبي. الانسان اللي حضرته الوفاة، الحي اللي موجود عنده عليه انه يعرف 7 حاجات. اول حاجة ما يدخلش عنده واحد عليه جنابة او واحدة عليها الحيض او النفاس. الجنب اللي عليه جنابة ما يدخلش على المحتضر وهو جنب.
لابد يغتسل. ليه؟ لان الملائكة تتأذى من الجنب. الحائض والنفساء ما يدخلوش على المحتضر. والله ما حد النهارده بيدقق ولا حد عارف الكلام ده. حائض نفساء جنبه قاعد والراجل بيطلع في الروح، والراجل مش قادر يقول له اطلع بره، لان الملائكه اللي معايا متأذين منا. الميت يتأذى من هذا. دي اول شيء. ثاني شيء، لا يدخل على المحتضر احد يكرهه. اما تلاقي ان واحد بيكره فلان ما تدخلوش عليه وهو بيموت، لان الميت بيبقى متأذي منه. ليه؟ لان الحي قاعد شامت فيه، قاعد شامت وفرحان ومنتعش، والميت عايز يقول خدوه ارموه بره بس مش قادر يتكلم. دي نمرة 2. نمرة 3، اذا حضرته الوفاة حوله الى القبلة، ناحية القبلة، لانه من اهل امة لا اله الا الله. نمرة 4، غمض عينيه، لان اذا ما كنتش هتغمض عينيه قبل طلوع الروح هتسن العينين مفتوحة على طول ما تتغمضش، لان النبي قال فان البصر يتبع الروح. يعني العينين لما بتشوف الروح طالعه بتسنها متمسمره كده ورا الروح على طول، فيبقى من الصعب انك تغمض عينيه بعد ما تطلع الروح. دي نمرة 4. نمرة 5، لقنه لا اله الا الله. انا عايزك توحد يا اخواتي لا اله الا الله. ليه؟ لان النبي قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانها زاد الميت. يبقى انت لما بتبقى بقى مسافر بيعملوا لك السواده، بيجيبوا الجبنه والفطير والفراخ والحمام ويملوا لك وفه لانه مسافر. انما ده مسافر سفر طويل، لا هيكفيه عيش ولا هيكفيه جبنه ولا هيكفيه طيور. ده الكلام ده اللي مسافر شهر ولا شهرين، انما ده مسافر على طول. يبقى الزواجه بتحصل اللي ما تخلصش ابدا. ايه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله بس تقولها له ولسانه لسه سليم. انما لو لقيت اللسان انعقد سيب. ليه؟ عشان ما لخبطش. انت تقول له لا اله الا الله ما يقدرش يقولها، فتقول له لا اله الا الله ولسانه لسه بيتحرك. اما اذا انعقد اللسان فلا يجوز انك انت تلقن. نمرة 6، ايه؟ تقرأ له سورة ياسين. ليه؟ لان قراءة ياسين عند المحتضر تخفف عنه سكرات الموت. ولاحظوا يا رجالة ان الواحد هو في سكرات الموت بيجيله الملعون اللي اسمه ابليس، يقول له يا فلان لقد مات ابوك يهوديا ودخل الجنة فمت على اليهودية، لقد مات ابوك نصرانيا ودخل الجنة فمت على النصرانية. انما بقى انت ما دمت مع ياسين ومع لا اله الا الله خلاص. ولذلك الامام احمد بن حنبل وهو بيموت ابنه عبد الله بيقول له يا ابت قل لا اله الا الله، فكان احمد يقول له لا وبعدا لا وبعدا لا وبعدا. فلما افاق من السكرات قال له يابا ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ بقول لك لا اله الا الله تقول لي لا وبعدا؟ قال له يا بني ما كنت ارد عليك انما كنت ارد على الشيطان. بيقول لي مت نصراني اقول له لا وبعدا، مت يهودي اقول له لا وبعدا. ولذلك النبي لما قرأ هذا الحديث تلا قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام، تقول لا إله إلا الله. إنما
اللي بيحصل النهارده لا حد بيقرا له ياسين ولا حد بيسال فيه، اهو الراجل قاعد بيموت واللي قاعدين معاه لهم عارفين وصول الاحتضار ايه لغايه الراجل ما يندفن. يجي واحد من الجماعه المرتزقه يقول بقى يقعد يقرا تبارك الذي بيده الملك قراءه مش تدخل الجنه، قراءه تدخل النار. سمعت هو بيقرا تضمن 100% ان القران ده يودي جهنم. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي يعني مو على ايه يا ابني ده يا حبيبي؟ ايه يا ابني؟ ما تاخد السيرن وما تقراش يا اخونا. حاجه غريبه الحقيقه يعني. والله. نمرة 7 لا يذكر عنده الا الكلمة الطيبة. يعني تيجي مراته تقول يا سبعي اهيدي تؤلمه جدا يا جملي، الملائكة تقول له اكنت سبعا حقا؟ اكنت جملا حقا؟ ها؟ ايه الكلام اللي بيقولوا عليك ده؟ ولذلك سيدنا ابو موسى الاشعري لما حضرته الوفاة قامت زوجته فرفعت صوتها زي اللي سمعت. فلما افاق ابو موسى من سكرة الموت قال لها اني ابرأ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد برئ من الحالقة ومن السالقة ومن الشاقة. انا عايزك توحد الله عشان نعرف الكلام ده معناه ايه. النبي برئ من 3: الحالقة والسالقة والشاقة. الحالقة اللي بتقطع شعرها على الميت، بنته مراته امه اخته تقطع شعرها ليه؟ حدادا على الميت، ده النبي بريء منه. السالقة اللي بترفع صوتها بعد الميت ما يموت، جملي سبعي. الشاقة اللي بتقطع هدومها تشوف الجلابية بعد الميت ما يموت. سبحان الله. امال بقى اللي قلتم خدها ايه جزاء؟ اسمع يا سيدي النبي عليه في اللي قلتم خدها، بيقول ايما امرأة لطمت خدها على ميتها فكأنما امسكت رمحا تبارز الله به وكأنما هدمت الكعبة بيديها. اللهم اهد نسائنا يا رب، اللهم اهديهم يا رب وعلمهم احكام الاسلام. اللي طلتم خدها على الميت كأنها مسكت رمح وبتحارب ربنا، ماسكه مسدس وبتضرب بتحارب ربنا. وايه كمان؟ وكأنما هدمت الكعبة بيديها. يبقى جزاء اللي يهدم بيت الله الحرام. طيب قلنا الدابة اللي بيجيبوها بقى عشان تنبي وتقول الدود يقول للدود لكل الحواجب والعينين السود والأوركسترا وراها وهي زي ما يكسروا قدامه. دي تعمل ايه الندابة اللي تعمل ايه؟ اسمع يا سيدي النبي عليه قال تخرج النائحة من قبرها زرقاء العينين سوداء الوجه، ملك يسوقها وملك يقودها حتى اذا تمثلت بين يدي الله تعالى قال لها الله ادخل النار ونوحي على اهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده